خلي أحد يقنعك إنك ما تقدر تاكل نودلز وأنت مسوي دايت. خلني أوريك ألذ طريقة النودلز بصوص الفول السوداني. أول شيء البهار هذا اللي يجي مع النودلز ما راح نستعمله، بنسوي شيء أحسن منه. في زبدية خلط، بنحط صويا صوص، وبنضيف مقدار غطا خل أبيض، وبنضيف بعد طحينة. بالنسبة للفول السوداني فإذا جيتوا تستخدمونه في ذا الوصفة استخدموا الفول السوداني الناعم، لا تستخدمون الفول السوداني اللي يصير خشن. وبنحط بعد زنجبيل مهروس، وبنضيف بعد ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، وإضافة اختيارية فلفل حار مجروش، حط من كمية حسب الرغبة. وبنضيف بعد سكر بني. بنخلط هذه المكونات زين مرة، وبكذا تشكل عندنا الصوص حق النودلز. الحين بنسلق النودلز بشكل عادي. بعد ما ينسلق النودلز بناخذ شوي من الموية حقته وبنضيفها على الصوص حقنا اللي سويناه. وعشان نرفع القيمة الغذائية في الطبق ممكن تضيفون عليها دجاج مشوي أو حتى الشرمب، ولكن أنا أحب التونة. وإذا جيتوا تستخدمون التونة استخدموا التونة اللي تكون في الموية، هذه سعراتها أقل. ونضيفها كذا فوق الصوص، نحركها زين. نرجع الحين نجيب النودلز بعد ما سلقتها في موية، ونضيفها فوق الصوص زي كذا، ناخذه كذا وننقله لصحن تقديم. وقبل التقديم بنحط عليه شوي فلفل حار وسمسم أسود. وقت تجربة. واو، طعمها رهيب، حالية شوي من السكر، فيها حرارة من الفلفل الحار، وغنية من الفول السوداني، والطحينة مسوية شغل.